4 أهداف كاملة. هاو شريط الأهداف، هذا الهدف الأول بعد تحضير من بلال الماجري، هدف كان لساجد الفرشيشي. شوفوا التحضير بتاع بلال الماجري، تعديت الكرة من قدام أمارو، ساجد الفرشيشي سجل الهدف الأول للبقلاوة، ثم جاء هدف ثاني عن طريق يوسف أمارو، هذا هدف سجد الفرشيشي للمرة الرابعة. نشوفوه شكيب. تفضل اسكندر. نعم. كلمة لك نعم. الكلمة. معي نجم من نجوم الملعب التونسي اكيد جدا. لما نحكيو على هذه خلفه نحكيو على الملعب التونسي متهني على الكولوار اليمين وعلى الديفونس من الجهه اليمين ومن برشا شيرات اخرى. والله الحمد لله ربي قاعدين معنا كيما تعرف اسكندر بدايه ملعب التونسي، الكرة ترجع من جديد إلى غزي العيادي، يغير تماما لليمين لفائدة الملعب التونسي، يحاول الكرة والتحذير من جديد إلى زياد بريمة. زياد بريمة ولكن التدخل قوي برشا، قوي من بن جمال وتلاك قائد نادي جاموس جوبا السوداني على غزي العيادي. تدخل فيه الكثير من الخشونة، التدخل الأخير من بن جمال وتلاك قائد جاموس جوبا على زياد بريمة مهاجم الملعب التونسي. وحكى قبل زياد بريمة قبل خروجه للترجي الرياضي التونسي ما حبش يبقى في الترجي، قال نحب اكثر وقت بتاع لعب، واختار ممكن الاختيار السليم زياد بريمة انه يذهب للملعب التونسي باش ياخذ فرصته اكثر، يظهر قدراته اكثر، مؤهلاته الفنيه والبدنيه مع البقلاوي. والكره محمد ريان الاسماعيلي يرفع الكره بالراس، الثالث للملعب التونسي زياد بريمة. قلت زياد بريمة يبحث عن اول اهدافه مع الملعب التونسي كمهاجم، اقتناص رأسي ممتاز من زياد بريمة، وامامكم بعد مخالفة من محمد ريان الاسماعيلي بالراس. 1-3 بليش للملعب التونسي. شوف الرأسية والاقتناص الرأسي من زياد بريمة في شباك الحارس باجاك مالي. 3 أهداف الملعب التونسي عن طريق زياد بريمة. شكيب بكل الطرق سامي، بكل الطرق الملعب التونسي يسجل بالتسديد، بالتحذير، بالتسديدات الرأسية، كما جاء الهدف الثالث لزياد بريمة. حكيت عليه سامي انت منذ قليل، خذا أكثر فرصة باش يلعب، باش يثبت إمكانياته الفنية والبدنية. الفرشيشي، خليل العياري مكان زياد بريمة، وحازم الخميري مكان هذه خلف هذه تغييرات الملعب التونسي في المباراة. الكرة إلى بلال الماجري، يلا يا بلال الماجري على مستوى الجهة اليمين، يراوغ بلال الماجري سريع يدخل منطقة الجزاء. بلال الماجري حضر الكرة الرابع للملعب التونسي. ممتاز العمل اللي قام به بلال الماجري، وتوجه للملعب التونسي الهدف الرابع بإمضاء أحمد البيجي. أحمد البيجي يسجل الهدف الرابع للملعب التونسي. ما العمل قام به أمامكم أحمد البيجي. شوف قيمة العمل اللي قام به بلال الماجري على الرواق الأيمن، يراوغ قائد منتخب النيجر أو قائد جاموس جوبا بن جمال وتلاقي حضر احمد البيجي باسيست رايعه، اعطاه الاسيست بتاع البونتو الاول لسجل الفرشيشي، واعطاه الاسيست هذا الرابع لاحمد البيجي. 4 أهداف للملعب التونسي في شباك نادي جاموس جوبا السوداني. ورغم اندفاع المدافع سامي بن جمال لوتليك، بلال الماجري حافظ على توازنه، واصل العمليه وحذر بامتياز، وكان الهدف الرابع. ولو انه بلال سعى في عديد المناسبات باش يسجل هدف رابع، وهو كان وراه هدف رابع بعد ما كان وراه هدف اول للملعب التونسي بامضاء ساجد الفرشيشي. جاء الهدف الرابع لصالح الملعب التونسي بعد تحذير من بلال الماجري. هدف مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري. ترجع الكرة من جديد إلى يوسف أومارو إلى أحمد البيجي. البيجي تقطع الكرة من جديد للفريق الجنوب السوداني إلى جوردون تابان. تقطع الكرة من ملعب التونسي يوسف أومارو. سريع الملعب التونسي بالانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. هذه كرة من خليل العياري، تصويب اختيرة التصويبة الأخيرة، ظننتها هدف. تصويبة خليل العياري أمامكم، تصويبة ممتازة وقوية جدا. لو تسجل
يا خليل العياري يكون واحد من اجمل الاهداف في المباراه. هو خليل العياري شوف ثقه في النفس والتصويب بكل قوه محاذيه بقليل حارس المرمى ماجاك مليك. بصراحه اعجبني كثيرا مردود خليل العياري وايضا الشبان نتاع الملعب التونسي، يعني قدموا في مستوى كبير. وهذه المحاوله والتصويبه الراسيه من يوسف مرسال، محاولة كاد يسجل الهدف الأول في المباراة الفريق السوداني لفريق جوبا السوداني. شوف الكرة الركنية تنفذ بسرعة ثم التوزيعة، شوف بالراس ياخذ الكرة جوزيف مرسال، لكن فما رايت التسلل قبل مرفوعة من الحكم المساعد الثاني الغامبي عباس با. واحدة من المحاولات تقريبا القليلة والنادرة في هذه المباراة لفريق نادي جاموس جوبا الجنوب السوداني، قام بالمطلوب صراحة. الملعب التونسي اعطى حق فريق جاموس جوبا، يعني ما يلزمش يعني الاستسهال المنافس، وهذا المطلوب وهذا الميساج اللي نجم يوصلوا ماهر كنزاري للاعبيته، انه في القارة الافريقية ما فماش حتى منافس يعني ضعيف وما فماش حتى منافس قوي. وقت تلعب مباراة يعني بارفي كاملة، يعني تكون هجوميا ممتاز وتكون مقنع وتكون ايضا عندك حاسة تهديف خاصة المهاجميك، وتكون منظم دفاعيا ومنظم ايضا في وسط الميدان، اكيد النتيجة ما تكون كان هكا 4 بلاش للملعب التونسي. وهذه التصويبة من بلال الماجري، ولانه حبيت الماجري يسجل في هذه المباراة لانه هدف بالنسبة لبلال الماجري عنده قيمة. الخط هجوم الملعب التونسي، ترجع الكرة من جديد الصحراوي عثمان وترى. استوفينا الوقت الأصلي للمباراة، وفي هذه الآونة يعلن الحكم الغامبي الرئيسي عمر صلاح على نهاية المباراة ب4 أهداف مقابل